أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، ما زلنا نعيش في هذا الحديث، ألا وهو أكل الحرام. أكل الحرام انتشر بين الناس كالنار في الهشيم بكل صوره، وكما قلت قد يكون آكل الحرام أنا أو أنت. بكل بساطة ممكن يكون اللي بياكل حرام أنا أو أنت. كثير من الناس انتشر الأكل الحرام بينهم بصورة أو بأخرى، والأسماء المزيفة كثيرة، والصور المزيفة كثيرة، وكل يكذب في مكانه، وكل يأكل من حرام في متجره أو في صناعته أو في حقله أو في أي مكان كان، إلا ما رحم الله عز وجل من أفراد قلائل جدا، ناس قليلة قوي اللي بيتحروا الحلال من الحرام، ناس قليلة جدا اللي بيخاف من أكل الحرام. إنما البرستيج والحالة الاجتماعية والحالة اللي ماشية بين الناس، هو علا في درجة ومش عارف ينزل منها، بياكل أكل معين ومش عارف ينزل عنه، يلبس لبس معين ومش عارف ينزل عن هذه المرتبة أو هذه المكانة. ولكن إذا ما نزلت في الدنيا لتأكل من حلال، يرفعك الله في الآخرة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وكما قلنا سابقا، قال تعالى: واسجد واقترب. حينما تريد أن تقترب من الله عز وجل فتخر على الأرض ساجدا له، تذل نفسك لله ليعزك في الدنيا. الأكل الحرام حينما تنظر إلى أي تاجر أو إلى أي صنايعي أو إلى أي بائع، تجد هناك الحرام يتربص به. هل تأكل من حرام أم تتحرى الحلال وتأكل من حلال، وتطعم أولادك من حلال، وتطعم زوجتك من حلال؟ هناك أناس يغضبون ويزعلون ولا يهمنا هذا، ولكن قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الصحابة. فاللي بيزعل ده بيزعل من نفسه، لأن الشيطان مواسيه، الشيطان يرافقه، الشيطان يعاونه، فهو يأكل من حرام ولا يريد أن يترك هذا الحرام، ويقول لك الشيخ جاي يحرم علينا. معاذ الله، الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن؟ يقول للمؤمن ولغير المؤمن، للناس جميعا: الحلال بين والحرام بين. كلنا حافظين هذا الحديث: الحلال بين والحرام بين،
وبينهما أمور مشتبهات أو أمور متشابهات. يقول لك بين الحلال والحرام شعرة كما يقال في المثل. فأنت قلبك أوتوماتيك كده عارف الحلال من الحرام. هو عارف ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة اللي هي ايه؟ الإسلام. فطرة الله الذي فطر الناس عليها. انت نازل الى الدنيا مفطور على الإسلام. فطرتك الإسلام، فطرتك الحلال بين والحرام بين. ولكن الناس الآن بيزيفوا الحلال من الحرام. يجيب لك الحرام كده ويلبسه طوب حلو، يقول لك يا عم الشيخ ده إكرامية، يا عم الشيخ ده دخان، يا عم الشيخ ده يعني هدية، يا عم الشيخ ده مش خمرة، ده مشروبات روحية، ده ويسكي، ده كذا وكذا. ويصورون الحرام في لباس حلال ليضحكوا على أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ده الحلال باين والحرام باين وانت نفسك عارف. والله واحد يقول لي أنا بكسب، شغال في شغلة معينة في السجاير والمعسل، بيقول لي فلوسي بجيبها، باجي اروح عند الدكاتره، العيال عندي تعبانين مره واثنين وثلاثه وعشره. فاني بتكلم مع واحد قال له يا عم سيب الشغلانه دي. قال له والله الشغلانه دي ده صاحب الشغلانه ما جبتش منها فلوس الا لما صرفتهم عند الدكاتره. طب وبعدين؟ طب انت صرفت عند الدكاتره غفر الله لك؟ لا، الا ان تتوب الى الله عز وجل. طيب اكل الحلال والحرام باين قدامك. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده يا جماعه اجعله قدامك كده عنوان في الحياه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الرجل لا يطيل السفر اشعث اخبر يمد يده الى السماء يا رب يا رب يا رب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له أو أنى يستجاب لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيتعجب العبد ده في قمة التعب وبعدين في مواطن الاستجابة. فقمة التعب مسافر وكان السفر على الدابة يومها فأشعث شعر مكعفش كما يقال وعنده غبار من التراب والرمال في الطريق. طيب ده شيء طيب، بس انت عارف ده هو الراجل ده تعبان في الحرام. واحنا الآن ابتعدنا عن الحلال المتعب. من نظرك انت، من نظرك ان انت مش عايز تقوم بدري شوية وتنال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لأمتي في بكورها، انك تصلي الفجر وتعتمد على الله عز وجل تشوف شغلك وتشوف ارزاقك، او تعتمد على الله كما يعتمد العصفور. العصفور اللي بيطلع من العش بتاعه بدري قوي من ورا الفجر، وانت لما تسمع اصوات العصافير تقول ده الفجر ادن او الفجر هيدن دلوقتي.
ليه؟ لأن هؤلاء الطيور يقومون ويعتمدون على الله عز وجل أشد منك أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك الطير بيمشي الصبح من العش بتاعه معتمد على الله عز وجل. طب ده ما عندوش وظيفة، ده ما هوش عنده حصيلة زي ما احنا بنعمل في بيوتنا، عنده كيلة رز، عنده أرداب رز، عنده القمح، عنده الذرة، عنده الدقيق، عنده الخزين، فمعتمد على الخزين وليس معتمدا على الله عز وجل. لا، العصفور ما عندوش كده، متوكل على الله عز وجل، فخرج من عشه متوكلا على الله في الرزق فيروح ايش؟ خماصا المعدة بتاعته لازقة في ظهره من قلة الأكل، ويروح بطانا. ده هو غدا خماص جعان ومروح بطانا، يعني بطنه امتلأت من الطعام. طب احنا توكلنا على الله وقلنا لا يا عم احنا عايزين شغلة مريحة. طب ده حرام يا عم، ما تشغلش دماغك، حلال ولا حرام حلني، احييني النهارده وموتني بكره. يا عم ده حرام، ده لا يجوز. انت تطفف في الميزان. يقول لك يا عم سيبها لله، انا هعمل ايه يعني؟ تروح عند البياع بكام يا عم الطماطم او بكام الفاكهه هو معلق كاتب لك السعر كده، فلما تروح عنده يقول لك لا ده دي ب15 ودي ب20. يا عم انت معلق يافطه واحده، يقول لك لا ما هو اصل دي حاجه ودي حاجه. اقسم بالله بالامس القريب يومين او 3 رحنا عند بتاع موز بكام كاتب يافطه، انا قلت يلا برضه اسال بكام، قال لي ما انت شايف، قلت له طب الحمد لله، طب هات لي من دي، قال لي لا ده دي سعر تاني، انت كاتب اهو. يقول لي لا اصل ده دي وده سعر تاني. طب شكرا يا عم الحاج، السلام عليكم. انت احترت مع الناس. البياع النهارده يريد ان ياكل من اي شيء، من حلال من حرام، هي مش فارقه معاه اصلا، لان هو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل السوق ذات يوم فرأى بائع يبيع شيئا ما، فلقى زي ما احنا بنعمل اعمل الواجهه او وش القفص، فتيجي تنقي من دول يقول لك لا حاسب انت هتبوظ لي الدنيا. ايه يا عم ما انت كاتب الساعه، اعمل ب5 واعمل ب10، انما سيب الراجل ياخد بحقه. انت جاي ادفع لك فلوس اخد اللي انا عاوزه، يقول لك وانا هاكلها، انا مالي، انت حر تاكلها تشربها، انا لما بروح والله كده مع حد يشتري فهو اللي بينقي. طبعا في بياع يسيبك تنقي وفي بياع بسعر تاني ما يسيبكش تنقي، فاللي بيبيع دول ما يسيبكش تنقي، فاللي معايا عايز ينقي اقول له لا، ما هو هياكل الباقي، هو هيودي الباقي فين؟ انا بسخر من طريقه البيع. وان كان عاجبك انت، عاجبك كده عاجبك، مش عاجبك طريق السلامه، لا يجوز شرعا. انت تبيع كما اراد الله واراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي لما دخل على الرجل لقاه عامل وش القفص كده، الفرش بتاعه مزوقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده في هذا الطعام واخرج طعاما قد بله الماء، ده من فوق ناشف وحلو وجميل، زي ما انت بتروح برضو على العربيه وعامل لك كده التزويقه بتاعته، وما يجي ينقي بينقي من ورا انت مش شايف حاجه، يحط لك المفعص والمدود
والاخضر واللي ما يتاكلش، زي ما انت عاوز تقول. تروح البيت تفتح الكيس ترمي 3/4 الكيس. طب انت هتروح فين من ربنا؟ يقول لك ونعمل ايه يعني؟ انا هاكله؟ ده الشتاء نزل عليه، ده مسكته يومين وباظ، ده كذا ده كذا. احنا هو اللي هيشتري ده ماله مال القصه دي اصلا؟ انت تتحايل على الناس لتاكل من حرام. ده انت رايح تشتري اصلا عارف ان دي بضاعه رديئه او دي بضاعه مش رديئه، فانت جاي تبيع وفاهم انت هتعمل ايه، لان ده انت قديم، ده انت غشاش قديم، ده انت حرامي قديم، ده انت نصاب قديم. قول كل الالفاظ واللي يزعل يزعل. هذا شرع الله، انت تاكل من حرام وتطعم اولادك من حرام وتطعم زوجتك من حرام. فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام وقد ابتل بالماء، فقال يا هذا هل اظهرت هذا للناس؟ انت طلعت الوحش ده في المقدمه عشان الناس تشوفه؟ قال يا رسول الله لقد اصابته السماء، ده نزل عليه مطر واصابه، كما يقال اليوم انا هعمل ايه؟ انا هاكله، طب انا اوديه فين؟ قال هل اظهرته للناس؟ من غشنا فليس منا، من غش المسلمين ليس من المسلمين. واكل الحرام كبيرة من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك رب اشعث اغبر، ده ماشي تعبان قوي في السفر من اجل ايه؟ وبياكل برضه من حرام، اكل من حرام وشرب من حرام ولبس من حرام وغذي بالحرام، فصار اللحم بتاعه نبت من الفلوس الحرام والاكل الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك هو ربنا يستجاب له ازاي؟ ويقع في ورطه ويقع في مصيبه وهو يقول لك انا بدعي ربنا كتير، اني الفقر حط علي. بعد ايه فاكر تقول الكلام ده؟ طب رجعت نفسك، وقفت مع نفسك، تبت الى الله عز وجل، ولا ما زلت مصر على المعصيه؟ المعصيه ان تاكل من حرام وتطعم اولادك من حرام. وانظر الى هذه المراه الصالحه، كان اذا خرج زوجها مسكت بقميصه يعني بجلابيته، مسكت بقميصه وهو يخرج في الصباح فقالت يا هذا اتق الله فينا فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال فإننا نصبر على الجوع. احنا نصبر شوية لو جوعنا ولا كلنا أكلة كده ولا كده ولا لا حاسب، أنا ما عدتش عارف آكل الأكل ده. اتعودت على الأكلات الجميلة، الأكلات الدسمة، الأكلات الحلوة، الجلسات والقعدات في الكافيهات وفي مش عارف إيه والمطاعم والسفر وهنا وهنا. طب يا عم ماشي، ربنا أنعم عليك وأنت ما حافظتش على النعمة فابتلاك الله عز وجل، ولا أنت معاك عقد إنك تحارب ربنا بنعمة ربنا؟ ابتلاك الله، اصبر شوية وارجع. ده ابتلاك عشان ترجع، ابتلاك علشان تقول له يا رب. ما انت نسيت ربنا يا عم، هو اما ادالك بكثرة واتغرقت في نعم ربنا سبحانه وتعالى، انت نسيت تقول يا رب وبقيت تقول ايه؟ لا ده حاسب، ده انا لولا عملت كذا وكذا وكذا ما كناش كسبنا المكسب ده. أتيته على علم عندي. ما هو قالها زمان الأقرع والأبرص والأعمى لما راحوا له للاثنين، قال الأقرع لا لا لا، قال له مش أنت كنت أقرع زمان وربنا اداك شعر حسن وجلد حسن ولباس حسن
واداك الاموال دي كلها؟ قال له لا، أوتيته على علم عندي. فقال الملك سيرك الله إلى ما كنت عليه، خلاص سحبت منه النعم. طب انت ما حافظتش على النعم، بل انت بقيت تاخد الفلوس اللي ربنا يكسبها لك من حلال وتروح تتحدى الله، تشرب بها اي حاجه محرمه، تصرفها في اي حاجه محرمه. اقول لك تصرفها في حلال بس تبذير. فانت فين من اجل الحلال والحرام؟ وبعدين تقول والله ده ابني كذا، ابني كذا، بنتي كذا، امرأتي كذا، ابويا كذا. طب انت ما انت بتاكل من حرام، عايش في حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلما نبت جسد من حرام. نبت يعني ايه؟ اتزرع في الحرام. ده انت بقالك سنين يا عم بتاكل من حرام، وربيت العيل زرعته نبت، لما كبر من فلوس الحرام وبعدين تقول ده ابن عاصي وابن عاق وبيسد، ده ابن شرب ووديته المصحة، ده ابن كذا وكذا وكذا. ما هو من ايه؟ اكل حرام، اكل حرام وابتلاء من الله. عشان نرجع نقول يا رب، هل رجعنا لربنا سبحانه وتعالى؟ هل تبنا الى الله عز وجل من هذه الاشياء المحرمه؟ وخذ كثير. لو جيت تبص لعيشتنا بين الناس تلاقي كلنا بنتحايل على بعض. اتحداك وانت عارف اكتر مني ان احنا كلنا في مجتمع واحد، في بلد واحده، في بيت واحد، في شارع واحد، بنتحايل على بعض، بننافق بعض، بنضحك على بعض، بنغش بعض، بنسرق بعض بأي صورة. ما هي السرقة خلي بالك مش ان انا اجي لك البيت كده واخش انك مش شايفني اسرق منك، او امد ايدي انك مش حاسس بيا اسرق منك، لا. السرقة كثيرة والنصب كثير، زي ما قلت في اول الخطبة. الصور متزوقة متلونة علشان يبقى انت ايه؟ يبقى انت بتعمل حاجة شكلها جميل. الحاج فلان راح، والحاج فلان جه، والحاج فلان بيصلي معانا في الصف الاول، بس هو ايه؟ معلش برضه يعني هو هيعمل ايه؟ بيبيع حاجات محرمة، وهياكل منين يعني؟ الراجل كبر وتعب برضه وعمل ثروة وراحت منه وبيجدد تاني. فما فيش مانع يا عم، ما فيش مانع ياكل من حرام، ما فيش مانع انه يسمم المسلمين بالحرام، ما فيش مانع انه ينصب على المسلمين بالحرام. هو احنا فين يا جماعة؟ هو ده اسلامنا ولا احنا بعيد عن الاسلام؟ هل احنا مسلمين بنطبق الاسلام، ولا الاسلام في واد ونحن في واد اخر؟ هو بيقول لك ايه؟ قال تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ضنك في الحياة، هو ماشي عايش اكل شارب نايم فضنك. ليه؟ هو بعيد عن الكتاب والسنة، هو بعيد عن الاسلام اصلا، هو ما بيرجعش لربنا الا وقت الشدة فقط. وقت الشدة دي لو خدت معاه يوم 2 3 اسبوع ربنا كشف عنه، خلاص الموضوع بقى تمام ويرجع تاني وثالث ورابع. لما ابتلاه الله بمرض ورقد في السرير وعرف نعم ربنا عليه، يقول لك انا ظلمت مين؟ هو اني دخلت على بيتي ايه؟ هو اني اكلت من حرام؟ هو اني شربت من حرام؟ هو اني عملت ايه؟ يبدأ يسأل نفسه. رفع الله عنه هذا البلاء، نسي كل شيء، ابتعد عن كل شيء،
وعاد إلى الحرام والغش والتطفيف في الميزان وغش المسلمين، وغش المسلمين الآن في كل حاجة، والله العظيم بقى في كل حاجة. يا عم انت معلش جرب كده، انت مجرب كتير في بيتك، اكيد يعني شطبت بيت، اكيد جبت حد في شقتك يشتغل، اكيد جبت واحد لثلاجة، الغسالة، البوتاجاز، لمشكلة، نجار، لدهان، لنقاش، اي حاجة جربت كتير. لقيت واحد صادق فيه، هو فيه الا ما رحم ربه، اداة استثناء ولكن قليلة قوي. مش عايز اقول لك اني ما قابلتش الكلام ده. اقول قولي هذا واستغفر الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. عباد الله، لو جيت تضرب نفسك او تقارن نفسك بهؤلاء الصحابة تجد أننا بعيدين كل البعد عن الإسلام والمسلمين. أيوة، أنت بتعمل إيه لإسلامك؟ أنا بصلي الحمد لله. طب الصلاة دي لا تأثير خارج المسجد؟ مأثر عليك؟ يعني أول ما تيجي تلاقي يعني مثلا حاجة فيها غش كده، جبت جزازة بتاعت مية، بلتة مية مش عارف ايه وجيت ابص لقيتها منتهية وجايبها من بعيد، وعشان ارجعها تصرف قد ثمنها. طب انت هتبيعها ولا ترميها؟ خلاص الصلاحية منتهية. يا عم حد عارف حاجة؟ ده انا جايبها بمبلغ. ما هو ربنا بيمتحنك اهو، اكلت من حرام. طب الميزان بتاعك مش مظبوط وانت عارف ان هو مش مظبوط وبتطفف في الميزان. بتطفف يعني بتطبق وانت عارف كده، انت عارف ان الميزان بتاعك ده بايظ، ولا حاطط له حاجه من تحت عشان يطبق؟ ما هو كتير بتشوف صور كتير عشان برضو ايه الكيلو يبقى اقل شويه. ما هو هنكسب منين؟ انا جايب اذا كان بتاع الوكاله وزير لي القفص يبقى لازم اوزن للزبون كمان. لا ده انت هشاش، ده انت نصاب، ده انت حرامي، انت بتسرق المسلم لان هو مستأمنك وشايفك الحاج فلان والباشمهندس فلان والاستاذ فلان والدكتور فلان، فهو ما يظنش فيك حاجه من دي، وانت بينك وبين ربنا نصاب حرامي. هو عمر بن الخطاب ده كان في ايده الدول كلها، كان حاكم العالم، وبعدين بطنه اتقرقر من شدة ايه؟ من شدة الجوع. طب ما الحاكم هاتوا اذبحوا اعملوا وقولوا له ياكل ويشرب. راجل حاكم دول، مش دولة واحدة، لا الرقيب الأعلى يقول لها كركري أو لا تكركري، والله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه أطفال المسلمين، والله ما هتاكلي لحم أبدا، لازم أحس إن الأطفال بتاع المسلمين شبعت بعدين ناكل. أبو بكر الصديق يشرب شربة لبن، متعود كل يوم يشرب لبن، وبعدين الخادم بتاعه يقول له انت شربت ما سألتنيش، انت كنت كل يوم تسألني منين؟ من حلال من حرام؟ أمير المؤمنين أبو بكر الصديق البكاء اللي ما كانوش بيعرفوا يصلوا وراه من كثرة البكاء، أمير المؤمنين. طب وبعدين الغلام بتاعه يقول له
انت ما سالتنيش. قال له ويحك جبت منين؟ قال له والله كان معايا فلوس تكهنت بها وجبت لك اليوم شربة هذا اللبن. فوضع اصبعه في حلقه واستقاء ما في بطنه وخاطب نفسه وقال والله لو لم تخرجي هذه الشربة إلا مع خروج أنفاسي لأخرجتك. والله يا نفسي لو ما رجعت شوية اللبن دول إلا بموتي لموتت نفسي. فين النهارده؟ فين؟ اسأل نفسك، اسأل نفسك أيها الطبيب وأيها المهندس وأيها الصانع وأيها التاجر. اسأل نفسك الفلوس اللي انت بتاخدها دي محللها بكتاب وسنة ولا محللها على مزاجك؟ يقول لك يا عم سيبها لله. هو حد عارف حاجة؟ حد عارف حاجة؟ تروح للطبيب عندك تعب يكتب لك رشدة كبيرة تحليلات وروح لمعمل فلان. طبعا في أطباء أحسن مني، في أطباء أتقياء، إنما الكثير يقول لك نروح لمعمل فلان. طب أنا محتاج تحليل أو اتنين، لا ده هو كاتب له 7 8 تحليلات. ليه؟ هيطلع له نسبة. طب خلاص ماشي، تحليلات ماشي، وروح اعمل لي إشاعة في المعمل الفلاني وإشاعة كذا وكذا وكذا، أنا محتاج إشاعة واحدة. يقول لك لا ما هو عشان نطمئن. ما هو يقنعك، أنت مسكين ما أنتش عارف، يقنعك. تروح تيجي تستلف حق الإشاعات وحق التحليل. اتفضل طيب خد الرشطة دي 20 صنف من العلاج ولا 15 صنف. طب يا دكتور ده كان عندي كذا ولا كذا. لا ما هو علشان كده له نسبة. تروح للمهندس له نسبة مع التجار اللي بيبيعوا. المهندس له نسبة مع الصناع اللي شغالين. وطبعا عند التشطيب هي ما تنفعش تسلم، فيسلمك، يسلمك لأن هو المهندس هو اللي مسؤول. إن كان رب البيت بالضف ضاربه، إن كان حميها حرميها. هو المهندس هو اللي هيستلم وهو اللي هيسلم. متفق مع الصناعية، متفق مع التجار نسب، فلازم يمشي. اسمنت المفروض انضف حاجه في المواصفات، جايب ارضى حاجه، او زلط او رمل او ما شابه ذلك، جايب ارضى حاجه. مع التاجر مع الصنايعي ايه فين الدراع وفين الامامي وفين كذا وفين كذا. يقول لك خلاص انا مستلم. يقوم ماسك الدراع على اي مكان، يقوم ماسك القد على اي مكان، يقوم ماسك الميزان على اي مكان. خلاص تمام. طب هتروح من ربنا فين؟ انت واخد سعر مواصفات معينه عشان تسلم بيها. انت غشيت الناس، يبقى هتروح فين؟ يلا على الحرام. لازم ربنا يبتليك، وما ابتلاكش يبقى في الاخره بقى ان لم تتوب الى الله عز وجل. جبت واحد، انت كتير مننا، واحد مهندس الثلاجه عطلت، الغساله عطلت، مش عارف البوتاجاز، دخل عليك هاي ده والله ده عايزه 1 2 3. طب ماشي يا عم، والله هي خرجت الضمان، بس انا ممكن اعمل لك لعبه كده يبقى انتوا الاثنين هتقعوا في حرام. اعمل لك يعني حاجه كده ندخلها الضمان لما نركب القطع الغيار وخلاص. طب ماشي يا عم، قطع الغيار بكام؟ كارته ب 1500 جنيه، لا مش عارف ايه بقد كده، يدخلك في 3 4000 جنيه. طب بس طب انت هتعمل معايا ايه؟ ده المهندس اللي جاي 3 4000. ايوه طب انا هاخد منك 1500. ماشي يا عم 1500 اهو. كتير، مش عايز اقول لك معظم الناس بيعملوا كده. طب ما هي الشركه يا عم، ما هي شركه ظالمه، انا مالي ومال ظلم؟ انت بتعمل عمل محرم.
طب المهندس اللي جالي قال لي الكارته وما قلت له الكارته وما هتضربها، واللي ضربها اللمضه بتاعت البتاع دي وقع عليها ميه وخلاص. طب انا جايب لك كارته، طب خلي بالك هتضرب. لا 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 انا عارف شغلي. طب اتفضل. حط الكارته ضربت الكارته. طب انت عارف شغلك، قعد ساعتين ثلاثه عمال يلف حوالين نفسه. طب هنعمل ايه؟ قال لي خلاص ابقى اشوف لك كارته ثانيه بقى، هرجع الشركه واشوف لك كارته. طب ماشي. طب انا عايز حق تصليح الكارته دي. تصليح ايه يا عم؟ انا قلت لك الكارته دي ضربه. انا عايز اعرفك بس ان حق نصابين كتير في المجتمع، بننصب على بعضنا. يا عم انا قايل لك هي ضربه علشان كذا، واني مالي اصلا من غير ما اقول لك. انت داخل عارف العطل فين. قال لي ده انا بقالي ساعتين ثلاثه. قلت له ما هو عيب منك، لانك ما انتش عارف العيب فين، ما انتش عارف توصل. وبعدين قال لي خلاص هاخد منك نص. اديته نص الثمن للتصليح ومشى وراح ما جاش. عايز اقول لك كله بينصب على بعضه. انت لو جبت اي حد في البيت، انت ما بقولكش بقى انت بتسمع خيالات او بتسمع في التلفزيون او حكايات عن الرسول او حكايات عن الصحابه، لا ده انا بقول لك حاجات واقعيه. معاك عربيه، روح للميكانيكي وشوف الدنيا هتعمل معاك ايه. معاك حاجه من البيت رايح تصلحها عند اي حد، يقول لك في صيني وفي ياباني. هنرجع تاني لنفس القصه، في صيني وفي ياباني، والاثنين صيني، واحده مكتوب عليها صيني وواحده مكتوب عليها ياباني، وركب لك اللي مكتوب عليها ياباني وخلاص واقنعك وخد منك ثمن الياباني، والمروحه جت وعطل التاني زي ما هي في البيت. بقول لك على حاجات معايا يعني مش مع حد، مش سامع من حد كتير. طب فين الاكل الحلال بقى؟ طب انت هتعيش ازاي اصلا؟ مش بقول لك احنا منظومه بننصب على بعض الا ما رحم الله. في ناس اتقياء انقياء، ناس شرفاء، ناس يخافون من الله عز وجل، بس دلني عليهم ينوبك صواب. انا عايز عن نفسي اقسم بالله عندي حاجات ما انا عارف اعملها، مش لاقي. ما انتش لاقي اللي يدلك. جبنا نقاش للبيت، ادهن يا عم ادهن. اقسم بالله خد مصنعيه وصرفنا الوفات الالوفات ومبوظ الشقه. والله بوظها. لو واحد ما بيفهمش في الشغل يقول لك ايه التسييل اللي تحت ده، يقول لك ايه الحته دي اللي ما اتمعجنتش دي، يقول لك الباب ده كان اصوله يتمعجن. حاجات هايفه يعني، حاجات اي واحد يفهمها. باب لازم يتمعجن عشان تدهنه. خلاص بوهيه سيلت على السرف من تحت او الوزره هتنضفها. ده العيل اللي شغال معاه هيفهم كده. بوهيه بتنطر لانه اشتغل على زفاره، ما نضفش، ما بطنش، ما صنفرش، ما لقطش. طب اهو واحد احنا انهي ليا في الدهان، انت ليك في الدهان، تخش على الوضع ده. طب ده هياكل ازاي ويعيش ازاي؟ والله بيصلي، والله بيصلي. واللي اقول لك عليه ده بعد اذنك انا رايح اصلي واجي. الصلاه والتقى جت قدامك. طب فين العمل؟ فين الشغل؟ عباد الله، الاكل الحرام دمار، دمار عليا وعليك وعلى المجتمع. اكل حرام دمار. خلاص حياه متدمره، شخصيتك متدمره، بيتك متدمر، امراض كتير. هتلاقي الوباء انتشر في المكان. منين؟ فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اذن بحرب من الله عز وجل. ربنا يحاربنا في الدنيا، يحاربنا بجند من جنوده، شتات. وصلي من هنا للصبح. انت بتصلي ازاي؟ يقول لك يا عم لا ده حاسب الحاج فلان الفلاني، ايه ده ذابح النهارده، ذابح عجل صدر. عجل ايه يا عم؟ يا عم ما تاكلش من الحرام. احنا مش عايزين العجل الصدقه منك، ده ربنا هيبعت الصدقه دي من راجل معاه مال حلال. بس مش عايزينك تسرق ولا تطفف ولا تغش ولا تنصب على المسلمين.
النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له امرأة تصلي وتتصدق ولكنها زانية قال يا ليتها ما زنت ويا ليتها ما تصدقت، يا ليته ما أكل من حرام ويا ليته ما تصدق. يا عم ربنا غني عنك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أنت مفكر إن الجنيه اللي أنت سرقه أو غشش به أو نصب به هو ربنا يقبله منك؟ يا أخي اتق الله واستحي، فنستحي جميعا. استحي من الله. استحي ازاي تكسب من حرام وتقول لا ده انا بتصدق، خد يا فلان طلع الفلوس دي، خد يا فلان ودي لفلان. يا عم انت مستحي؟ مستحي تعيش على قدك؟ مستحي تركب على قدك؟ مستحي تعيش في مكان على قدك؟ يا عم ارجع لربنا، ارجع لربنا، لأن ربنا هو اللي شايف وهو اللي عارف، وعاجل أم آجل هترجع لله عز وجل، يا ترجع تائب يا ترجع عاصي والعياذ بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا